السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع متابعي قناة سعد ولد العاصمة جوج. دابا كنقولوا سعد ولد العاصمة جوج لأن سعد ولد العاصمة واحد التبليغات أدت إلى توقف كاع الخاصيات اللي فيها، واضطريت أنني نفتح قناة جديدة اللي كنتواصل معكم الآن عن طريقة اللي كنتمنى أنكم تبارطاجيوها مع أكبر عدد ديال الناس وتوصلوها لهم. على العموم، ربما في الغد او بعد غد غيكون عندنا ان شاء الله واحد اللايف رد على التصريحات الاخيره للامين العام لحزب العداله والتنميه عبد الاله بن كيران. وربما نحن في حاجه في هذه الايام اننا نخصو جزء من الوقت ديالنا للشان الداخلي، رغم انني كنت دائما افضل ان لا اناقش المشاكل الداخليه المغربيه على تيك توك، وأن لا أناقش الشأن السياسي داخل منصات التواصل الاجتماعي، لأنني أفضل دائما أن نكون في مكان اللي فيه مرافعات مع عدو خارجي بعيدا على أعداء الداخل والمنافقين اللي كيعيشوا بيناتنا. الآن التصريحات الأخيرة اللي نطق بها السفيه العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، والكلام وابل السب والشتم الذي كاله لمجموعة من المواطنين المغاربة، واللي أصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار سخط الكثيرين سواء من الطبقات السياسية أو حتى من المواطنين العاديين، لأن من النعم اللي حاب الله بها المغاربة هو قدرتنا على التعايش على اختلاف مذاهبنا الفكرية ومرجعياتنا الإيديولوجية، ونستطيع أن نكون جسدا واحدا رغم اختلافنا، وهذا الاختلاف لا يفسد للود قضية بين المغاربة. لكن سي بن كيران طبعا والأتباع ديالو بغاو يجيبوا لنا واحد المفهوم جديد للتعايش بين المغاربة اللي قايم على السب والشتم في كل من اختلف معهم. اليوم كنشوفوا بن كيران يصف الناس ماشي اللي ضد القضية الفلسطينية، وماشي اللي ضد فلسطين، وماشي اللي ما كيتعاطفوش مع الفلسطينيين، وماشي اللي ما كيأيدوش الفلسطينيين. لا، بن كيران اليوم يوجه وابلا من السب والشتم للناس فقط المختلفين مع حركة حماس، الناس الغير متفقين على نهجها الذي أدى إلى تدمير ما تبقى من غزة في بعد طوفان الأقصى. المغاربة طبعا سنوات وعقود هذه هما كيناصروا القضية الفلسطينية، والدولة المغربية قيادة وشعبا قدمت الشيء الكثير وما زالت تقدم إلى يومنا هذا ما عجزت الكثير من الأنظمة على تقديمه. السي بن كيران طبعا ما كيشوفش هذا الشيء هذا، واعتدنا على حزب العدالة والتنمية وحركة العدل والإحسان، هذه الجماعة المحظورة، على تبخيص أي عمل قام به المغاربة وتبخيص أي عمل قامت به الدولة المغربية تجاه أشقائنا في فلسطين. اليوم بن كيران يريد أن يحول كل المغاربة إلى قطيع يسبح ويقدس باسم حركة حماس التي تعبد إيران وتصلي شطر إيران، والتي تروج للمشروع الإيراني في المنطقة العربية عموما وفي شمال إفريقيا. أنا أتحفظ على المنطقة العربية لأننا أعتبر نفسنا دولة أمازيغية وشعب أمازيغي بأقلية عربية طبعا، وهذه أصولنا ونحن نفتخر بها دائما. هذا المشروع الإخوانجي الإيراني القطري الحمساوي الذي تحاول تنظيمات الإخوان المسلمين في كل الدول أن تفرضه على الشعوب،
بن كيران يريدنا أننا نلغي كل مصالح البلد ديالنا من أجل حماس، ليس من أجل القضية الفلسطينية، من أجل حماس، أن المغرب يضرب في كل مصالح هذا البلد ونهدموا كل هذه الإنجازات اللي وصلنا لها بفضل جلالة الملك ثم الشعب المغربي، ماشي بفضل لا بن كيران ولا أخنوش. الفضل أولا لله ثم لجلالة الملك والشعب المغربي. سي بن كيران باغينا نضربوا هذا الشيء كامل في زيرو، وباغينا نجيو ونجلسوا في الشوارع ننادي بكاع الشعارات اللي معادية لسدة الحكم في المغرب والمعادية للتوجه ديال الدبلوماسية الملكية. بس تعرفوا واحد المسألة اللي هي مهمة، طبعا لا يختلف اثنان بأن بن كيران واحد من أخبث وأمكر السياسيين اللي مروا في تاريخ المغرب، ماشي غبي وماشي بليد، بالعكس الرجل مات سريريا ويريد أن يعود للواجهة من جديد مهما غلا الثمن. ما عندوش مشكل يسب المغاربة، يدير واحد الزوبعة داخل التيارات السياسية المغربية، يستفز المغاربة، ما عندوش نهائيا المشكل. لماذا؟ لأنه في الأخير غادي يحقق واحد النتيجة اللي كيسعى لها، ألا وهي أن يعود للواجهة، يولي الاسم ديالو يتحدث عنه كل المنابر السياسية والإعلامية. هذا هو الهدف الأساسي ديال بن كيران في هذه الخرجة اللي خرجها يعني في المؤتمر ديال العدالة والتنمية. خاصة في واحد القضية الإخوان اللي هي مهمة بزاف. هذا النوع ديال التنظيمات وهذا النوع ديال الحركات الإسلاموية لم يكن لها في التاريخ حتى مساهمة في الدول ديالها، لم يقدموا شيء أبدا لهذا الوطن. ونحن كنا نقولها دائما. ناخذ مثال بسيط جدا على حزب العدالة والتنمية في المغرب. يوم وصل إلى سدة الحكم تفرعن، إن صح القول، إن صح هذا الاسم ديال تفرعن من نسبة فرعون، كما تنقولوا حنا في الدارجة العامية ديالنا فرعن، تفرعن على الطبقة الضعيفة والطبقة الفقيرة، وحرم أولاد الشعب من حقهم في الوصول إلى الوظيفة بإلغاء التوظيف في حين وظف ابنه وابنته. هادشي كله كنعرفوه. تعدى على جيوب المواطنين ورفع الدعم على المسائل الأساسية اللي كيحتاجها الإنسان. وحتى من بعد نهاية الفترة ديالو 5 سنين ديالو خرج كيستفزنا وتيقول لنا ندمت اللي ما رفعتش عليكم الدعم على البوطة وعلى السكر وعلى أتاي. هذا كله حقد على الطبقة الفقيرة. هذه كلها كراهية من بن كيران لفقراء المغرب. بن كيران في العهد ديالو مرر مجموعة من القوانين التي حصنت المكتسبات وحصنت الأجور لكبار رجال الدولة، وحصن مسألة الاستفادة من أكثر من أجر والجمع بين يعني 2 ديال الأعمال و3 في المجال السياسي داخل قبة البرلمان والحكومة. شرعا هذا الشيء كامل وقننوا، رغم أن قبل وصوله إلى البرلمان كان يقول أنا جيت باش نحارب الفساد، لكن للأسف هو يحارب الفقراء، يحارب الطبقة الضعيفة مباشرة. بن كيران الإنسان المنافق اللي عرفناه كيخرج في خطاب يقول لك أنا صاحب الجلالة أعطاني الضوء الأخضر أنني نطبق القانون والدستور، أن صاحب الجلالة راضي عليا، وأن صاحب الجلالة يأمرني أنني نكمل في هذا الطريق. ثم بعد يومين يخرج يقول لقد منعوني من العمل، لقد منعتني الدولة العميقة أنني نخدم ونطبق البرامج الإصلاحية ديالي. ماذا يقصد بن كيران بالدولة العميقة؟ شكون كيقصد بن كيران بالتماسيح بالعفاريت اللي كان كيتكلم عليهم؟ طبعا الإنسان المغربي ليس بغبي، كلها كانت إيحاءات. إلى تبعنا المسار ديالها كلها سوف تصب في المؤسسة الملكية في النهاية. بن كيران بهذه الطريقة يحاول أن يقول للشعب أن المؤسسة الملكية هي من منعته من القيام بالإصلاحات، وطبعا هذا كذب.
كنعرفوا بن كيران أن التصريحات ديالو فضحته أكثر من مرة، حينما صرح أننا وصلنا إلى السلطة من أجل إصلاح أحوالنا أولا، وهذا اعتراف صريح ما سبقش شي سياسي مغربي اعترف به. اليوم مع اقتراب سنة ونصف من الانتخابات جينا بحلة أخرى، يهدد الدولة المغربية ويهدد الشعب المغربي بأن إن لم يفز في الانتخابات القادمة ربما قد يحصل في المغرب ما لا يحمد عقباه. جاي كيزايد عنا بحركة 20 فبراير كأنه هو من أنقذ المغرب، وحنا كلنا كنعرفوا النفاق ديال بن كيران والنفاق ديال حزب العدالة والتنمية، سواء قيادة أو صقور الحزب اللي كانوا كيلعبوا على الحبلين. قيادة العدالة والتنمية رفضت الخروج مع 20 فبراير متمثلة في بن كيران الذي قال أنا ما نخرجش مع 20 فبراير وهي تهدد النظام في المغرب. لكن العثماني والراميد وباها والباقي العناصر والقياديين ديال العدالة والتنمية كانوا كلهم في الصفوف الأولى من حركة 20 فبراير، وهذا ما نسميه اللعب على الحبلين، مجموعة غتمشي ضد ومجموعة مع. إلى نجحت 20 فبراير وقلبت النظام في المغرب على حسب زعمهم، غيقولوا لهم كنا معكم في الصف الأول. وإذا خسرت 20 فبراير يقول لك لا، أنا موقف الحزب واضح أنه ما يخرجش مع حركة 20 فبراير. وطبعا هذا وجه فقط من أوجه كثيرة ديال النفاق ديال حزب العدالة والتنمية المتأسلم اللي ما عنده حتى شي علاقة بالإسلام، هو فقط كيركب على المرجعية الإسلامية اللي هي مقدسة عند أغلب المغاربة. خاص بن كيران يعرف بأن المغاربة ليسوا ضد فلسطين، ومعمر المغاربة كانوا يقفون مع الظالم، ومعمر المغاربة ما كانوش كيتأثروا بموت إخوانهم في فلسطين، ومعمر المغاربة ما كانوش كيدعيوا بالله عز وجل أنه ينصر الإخوان ديالنا في فلسطين. لكن شنو كيطلب منا بن كيران أكثر من هذا؟ واش بغينا نهزو حوايجنا ونمشيو نقاتلوا في هذيك الأرض؟ هو وأتباعه أولى، هو اللي كينظر، والحزب ديالو والتنظيم ديال الجماعة المحظورة العدل والإحسان. خاصكم نتوما الاولين ديروا هذا الشيء هذا. الا كتدعيو المغاربه يخرجوا على النظام ديالهم، او كتدعوا المغاربه انهم يغيروا النظام ديالهم، او كتدعوا المغاربه انهم يمشيوا لفلسطين يقاتلوا، هذا الشيء خصكم ديروه نتوما اللي كتزايدوا بالمرجعيه الاسلاميه، نتوما اللي كتحاولوا تبينوا للناس بان ايمانكم افضل من باقي المغاربه، وانكم اوصياء على الدين الاسلامي داخل المغرب، وانه لولاكم انتم ما بقي اسلام في هذا البلد. ونحن نعلم جيدا بأن المرجعية الإسلامية في المغرب هي مرجعية موحدة، هي مرجعية إمارة المؤمنين، واللي كتحاول يا بن كيران انت والأتباع ديالك أن تنازع الملك في سلطاته في المرجعية الدينية بالخصوص. المغاربة راه عايقين وفايقين وعارفين هاد التحرميات ديالك وعارفين هاد النفاق ديالك يا بن كيران. هذا ليس تزكية لحزب أخنوش، لأن الأغبياء الآن كلما انتقدت بن كيران وضعوك في خانة أخنوش. مع العلم أنا قلتها وأعيدها وأكررها، أنا أتمنى من المغاربة ألا يصوتوا لأخنوش ولا لبن كيران، لأنهما وجهان لعملة واحدة. هاد جوج الناس غير صالحين للانتخابات القادمة. أخنوش وبن كيران غير صالحين، وزيد عليهم حتى هذاك الشقار ديال الاتحاد الاشتراكي وهذاك ديال الحزب الاستقلال، وزيد هاد الوجوه البائسة وهاد العجزة الذين تمرغوا وعاشوا وأكلوا وشربوا ولبسوا وسكنوا وتزوجوا وعملوا كل شيء بأموال الشعب، حان الوقت أن يتنحوا جانبا. حان الوقت أنها تكون عندنا قيادات شبابية للهم ديالها تخدم هذا البلد، ولو تكون تقنقرات ما تكونش كاع محزبة. حان الوقت، وهذا مطلب ديالي وأعتقد كثير من المغاربة يشاطرونني. نريد من جلالة الملك حكومة تقنقراط تشرف على مونديال الذي ربما سيغير وجه المغرب مستقبلا. ما بغيناش يا جلالة الملك هذه الوجوه البائسة، هذه الوجوه التي أكل عليها الدهر وشرب، هذه الوجوه التي لا تبحث إلا عن مصالحها الضيقة ومصالح أتباعها وعائلاتها والمقربين منها، هذه الوجوه التي قتلت الشعب بالوعود ولبسوا أحسن اللباس وسكنوا في أفضل الفيلات من أموال هذا الشعب، وخرجوا في الأخير يسبونه سبا لا يمكن أن يتقبله الشعب المغربي. واحد يقول لنا غادي نعاودوا نربي الشعب بحال اللي هو ولدنا، بحال اللي هو الملك ديالنا، باش يقول لنا غادي نربيو الشعب، ويجي الثاني يسمينا بالحمير والميكروبات،
ويجي الآخر اللي ما عنده لا دين لا من لا يقول لك اسيدي كل مغربي لدينا لادين غيتبعوا 20 ديال الناس موراه، كأنه يتكلم عما يقع في منزله، كأنه يعتقد أن كل الناس بحاله. واللائحة طويلة. الشعب المغربي تحمل كثيرا شتائم هؤلاء النخبة الحزبية البئيسة التي أصبحت أوراق محروقة وغير مقبولة عند المغاربة. لذلك أنا غيكون عندي لايف إن شاء الله وسنفصل في كل هذه المسائل، وغنتحدثوا على الوضع الحزبي البئيس الذي يعيشه المغرب، والدكاكين السياسية التي لا تساير الأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة، اللي ما كاينش شي حركة ديال الإصلاح في المغرب إلا ووجدت خلفها جلالة الملك. لذلك المغاربة ضاقوا ضرعا من هذه الوجوه ومن هذه المنافقين ومن هذا اللي كيركبوا على المرجعية الإسلامية وكيحاولوا يدمروا النسيج الوطني المغربي وكيحاولوا يخلقوا الفرقة بين المغاربة. إلى بن كيران سب المغاربة بالحمير والميكروبات، فماذا سيقول أتباعه؟ احنا ضد هذا التطرف وضد هذا السب وضد هذا نعم للاختلاف، وكل مغربي من حقه أن يرى الأولوية في بلده قبل كل شيء. انت بن كيران كون ما كاينش الأمن، كون ما كاينش الأمن اللي غيحميك ويحمي الزوجة ديالك في الدار ديالها، ما غاديش تخرج من الدار وتمشي لمقر الحزب باش تسب المغاربة بالحمير والبغال وتقول لهم خاص يكون الولاء ديالكم لفلسطين قبل من الولاء ديالكم للبلد ديالكم. راه هذه هي تازا قبل غزة، هي الأمن والأمان لهذا البلد والقضايا الكبرى ديالو والمصالح الكبرى ديالو قبل أي شيء يا بن كيران. واسمعها منا جميعا، كل المغاربة باستثنائك أنت والقاطع اللي معك، وللأسف منهم نسبة مثقفة أو محسوبة على الطبقة المثقفة، لكن للأسف عقلها مغيب واستطعت أن تضحك عليها بالمرجعية الدينية التي لا تفقه فيها شيء في الأصل. المغاربة كلهم يقولونها بصوت واحد بن كيران: تاز قبل غزة، وسبت قبل القدس، والأرض ديالنا قبل كل شيء، وقضايانا الوطنية قبل أي دولة أخرى. المغرب قبل كل شيء، والمغاربة قبل كل شيء، وجلالة الملك قبل كل شيء، والدين الإسلامي في المغرب قبل كل شيء. لذلك يا بن كيران حاول أنك تراجع نفسك، وأضعف الإيمان أن تخرج باعتذار لهذا الشعب، رغم أنني أعلم بأنك إنسان مكابر، إنسان لا يقبل الحق، ولن تقبل أبدا أن تخضع وتطلب الاعتذار من الشعب المغربي على هذاك السب والشتم اللي للأسف لا يليق بمؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن ما تيكون لا لعان ولا سباب ولا شتام، وانت للأسف اجتمعت فيك جميع هذه الصفات. لذلك أنا كان ندعي الإخوان أنهم يحضروا معنا اللايف ديال بعد غدا إن شاء الله، أعتقد غادي يكون، وغنفصلوا فيه في هذه المسائل ونتكلموا شوية على الشأن الداخلي ديالنا. وطبعا لن يلهينا عن الرد على البروباغندا الجزائرية في لايف من بعد إن شاء الله بالليل، ونبينوا مصائب هذا النظام ونفضحوه على رؤوس الأشهاد كما كنفعلوا في كل لايف. تحية لكم الإخوان كاملين، وكنشكركم، وكنتمنى أنكم تبارطاجيو القناة الجديدة مع الأصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم، وكنتمنى أنكم تساعدونا باش نفعلوا هذه القناة ونرجعوها إن شاء الله كيف القناة الأولى، باش تقدروا تنتسبوا في أسرة قناة ولد العاصمة كيف كنا في المنصة الأولى. تحياتي لكم ويومكم جميل، وأراكم إن شاء الله قريبا في لايف يعني في هذا الموضوع، حزب العدالة والتنمية والتصريحات الأخيرة لبن كيران التي استفزت المغاربة سواء في الداخل وفي الخارج. تحية لجميع متابعين قناة ولد العاصمة داخل المغرب وخارج المغرب، وتحية خاصة للجالية المغربية. شكرا لكم.